في العالم بعد الكارثة، أن عايشة لوحدها في مزرعة معاها كلبها. كل شوية بتنزل على بلدة خربانة تجيب شوية حاجات، ودايما بتغطي جسمها كله علشان الإشعاع، وبتاخد معاها أنبوبة أكسجين علشان ما تتنفسش الهواء الملوث. مزرعتها تحت في الوادي، فكل مرة بتنزل تجيب حاجات بتقطع مشوار طويل، بس برضه أهون من إنها تعيش في مكان ملوث. الوادي شكله آمن. بعد كل مشوار بتروح تجيب فيه حاجات لازم تستحمى كويس. بالليل كلبها بينام جنبها في السرير علشان يخليها تحس بصحبة. معظم وقتها بتكون زهقانة. روتينها كل يوم إنها تبص على الحيوانات وتشوف الأسلاك حوالين المزرعة وتراجع الفخاخ اللي حطاها في الغابة. الكلب بتاعها بيساعدها تدور على الأرانب عن طريق ريحتهم. يوم من الأيام اتصدمت لما شافت عربية مهجورة على الطريق. جت تبص، بس في اللحظة دي الكلب حذرها إن في حد قريب. ركضوا يتخبوا في العشب الطويل وشافوا راجل لابس بدلة بتحميه بيجي يلم عربيته قبل ما يكمل مشواره. آن اتفاجئت من وجود ناجي تاني وبدأت تتبعه بالسر. الراجل استخدم جهاز يتأكد إن المنطقة دي خالية من الإشعاع، وشال الخوذة بتاعته عشان يتنفس الهواء النظيف. وشافت جون بيصرخ من الفرح وهو كمان شال البدلة بتاعته. لما خرجت آن من مكان الاختباء لقت جون بينظف نفسه تحت الشلال. ركضت تقوله يخرج، بس هي كانت شايلة بندقية الصيد بتاعتها، فجون افتكر إنها بتهدده ورفع هو مسدسه عليها. هو ضرب في الهواء وهو عايز يعرف باقي الناس فين، فآن رفعت إيديها وبتحذره إن المية ملوثة. جون الخايف ركض بسرعة لعربيته واستخدم جهازه يتأكد إنه كان بيغسل في إشعاع. ولما بدأ يتقيأ ركض يجيب إبرة فيها دواء وطلب من آن على طول تحقنه. صرخته خلتها تحذر منه، فرمى مسدسه على الأرض وقال إنه مش هيأذيها، وهي خدت الإبرة وحقنته وكمان عرضت تاخده على بيتها. هو شرح لها إنه محتاج دواء مرة في اليوم وطلب منها تحرق هدومه. غطى جسمه قبل ما يمشي وراها، وكمان طلب منها تحرق جسمه لو مات في المزرعة. آن غسلت جون بمية نظيفة وتأكدت إنها تفركه كويس. بعد كده اضطرت تشيله على السرير لأنه بالكاد قادر يمشي. الصبح رجعت لعربيته وجابت حاجاته بما فيها صور ليه مع واحدة. ومع مرور الأيام آن فضلت تهتم بيه، دايما بتقيس حرارته وبتديه أكل كويس وبتحقنه. بالليل ما قدرتش تنام لأنها كانت سامعة سريره بيتحرك لما جسمه بيترعش من الحمى، فكانت تقعد ساعات طويلة حاطة فوط مبلولة على جسمه عشان تهدي من روعه. بعد ما غلبها النوم جنبه بالغلط صحيت ودعت ربنا إنه يقوم بالسلامة. كمان راحت الكنيسة تعزف على الأرجن كجزء من دعائها. بعد فترة جون فاق وبقى يقدر يقوم من على السرير، مع إن آن لسه واقفة جنبه علشان يمشي. حكت له إن أبوها كان قايل لأسرتها يفضلوا في المزرعة علشان الوادي هيحميهم، بس في يوم عيلتها خرجوا يدوروا على ناجين تانيين وما رجعوش تاني. جون ما كانش فاهم إزاي الوادي مش ملوث، والموضوع كان معصبه جدا، لكن آن حاولت تهون عليه بحضن. تاني يوم الصبح جون لاحظ إن آن بتسقي وتزرع بإيدها، فدخل مكتبة البيت وبص في كتب عن الزراعة. بعدين قرب منها مع إنه لسه ضعيف مش قادر يساعد. آن قالت له إنها مش بتقدر تستخدم الجرار علشان البنزين خلص والمضخات مش شغالة بالكهرباء. جون وراها إزاي تشغل المضخات باليد. آن جرت على بنزينة وفرحت جدا إنها لقت بنزين. في البيت جون كان بيتفرج عليها من بعيد من خلال منظار البندقية، وبعد شوية شافها مبسوطة وهي بتشتغل بالجرار والكلب بيجري ورا الجرار فرحان. بالليل على العشاء آن صلت ودعت قبل الأكل. ساعتها جون حكالها إنه قدر يعيش لأنه وقت الحادث كان بيشتغل في مخزن سري تبع الحكومة كباحث. في الآخر جون خرج من الملجأ لأنه حس إنه محبوس وعايز يعيش حياة طبيعية من تاني. كان بيفكر يمكن هو خرج عشان يدور على مراته، خصوصا بعد ما جابوا سيرة الصور، لكن جون قال إن الست اللي في الصور مش مراته. لما جاء وقت النوم آن سابت باب أوضتها مفتوح قصدا. جون لاحظ رجليها العريانين، لكنه مع كده راح أوضته ونام. تاني يوم آن راحت تصطاد سمك من البركة وأخدت فرصة تنزل تسبح شوية، وكانت كل شوية تبص على جون وهو بيراقبها. بعد كده عملوا السمك مع بعض، وآن شرحت له إن المية في البركة جاية من نفس جيب المية اللي بيغذي البير تحت الأرض. كمان قالت له إن البركة بتتجمد في الشتاء، والمرة اللي فاتت كان البقاء صعب جدا لأن المولد بتاع البيت باظ. جون شاف المولد بنفسه ولاحظ إن الموتور اتحرق. آن لامت نفسها لأنها شبكت عليه الديفيدي، لكن جون طمنها وقال إن المولد قديم جدا وكان هيتعطل كده كده. آن ضحكت وقالت نكتة عن مشاريع البطاطس في المدارس، وده خلى جون تجيله فكرة. راحوا للشلال، ولما شاف حجمه قال إنه يقدر يبني عجلة للمية تشغل المولد.
بس هو محتاج خشب كتير، ففكر يفك الكنيسة الصغيرة. آن رفضت بشدة وقالت إن الكنيسة بناها أبوها عشان يخطب فيها كل يوم حد، وكمان هي مؤمنة إن الوادي مش ملوث عشان الكنيسة بتحميه. جون قال يمكن أبوها أو حتى ربنا سايب الكنيسة دي عشان يبدأوا من جديد، لكن آن فضلت رافضة. بالليل الكلب فضل ينبح ناحية الباب من غير سبب واضح. الصبح آن رجعت لروتين شغلها وجون انشغل يصلح في الآلات. بعدين راح لسوق على الطريق عشان يجيب شوية حاجات. لما آن ركضت وراه لقت إنه سكران جدا. جون بدأ يرمي الكراتين حوالينه وهو بيقول إنه عرف ذوقها من الحاجات اللي بتستخدمها واللي بتسيبها وراها. بالليل آن حاولت تساعده يدخل السرير، لكن جون اتعصب وزقها على الحيطة وهو بيصرخ إنه مش محتاج مساعدة طول الوقت. آن اتخضت وجريت على أوضتها. تاني يوم جون حاول يلم البيض من المزرعة لكن ملقاش حاجة واعتذر لآن على تصرفه. بعد شوية آن راحت الكنيسة تعزف على الأرجن وبتلاحظ حد بيراقبها من بعيد، لكن الشخص اختفى لما خرجت وافتكرت إنه جون وراحت المزرعة عشان تقوله إنه مفيش مشكلة إنه يسمعها تعزف، بس هو قال لها إنه ما كانش جنب الكنيسة خالص. بالليل اتعشوا مع بعض على عشاء جميل مع شوية نبيذ ورقصوا وبعدين اتبادلوا بوسة، لكن قبل ما الموضوع يتطور جون وقف البوسة وشكر آن على العشاء ورجع أوضته. بعد شوية راح يبص على آن في أوضتها وآن على طول شالت الفستان بتاعها، لكن هو خلاها تلبسه تاني. آن زعلت وبدأت تسأل نفسها إيه اللي غلط اللي أنا عملته، وهو طمنها وقال إنه معجب بيها لكن لو الموضوع اتطور ممكن يغير الأمور وإنهم محتاجين شوية وقت. تاني يوم الصبح آن قالت لجون إنه ممكن يستخدم الكنيسة لكنه رفض عشان ما يزعلهاش تاني. بعد شوية آن كانت بتشيك الفخاخ بتاعتها وفجأة الكلب ركض على التل وهو بينبح وبدأ يتبع أثره، وشافت راجل اسمه إيثان اللي أقسم إنه مش جاي يعمل حاجة وحشة وعايز بس شوية مية. آن أخدته للمزرعة وكان لازم توقف جون عن إطلاق النار عليه. بعدها جون استخدم الجهاز بتاعه على إيثان علشان يتأكد من الإشعاع، وإيثان اعترف إنه سرق البيض لأنه كان خايف يطلبهم من الناس اللي مش دايما بتكون مرحبة. إيثان نجا من الحادث لأنه كان عامل مناجم وكان تحت الأرض وقتها، وزمايله خرجوا يدوروا على عائلاتهم وما رجعوش. هو ناوي يكمل يسافر للجنوب وطلب منهم يقعد ليلة واحدة ووعد إنه يمشي الصبح. الجهاز اكتشف إشعاع على إيثان واعترف إنه ضعيف وتقيأ كذا مرة قبل كده. جون وافق إنه يقعد كام يوم عشان يخف شوية. إيثان بدأ يحط خيمة، لكن آن أقنعت جون إنه يخليه يقعد جوه البيت. وقت الغدا إيثان صلى مع آن وضحك لأنه مش مصدق إنه وصل للمرحلة دي. حكى شوية حكايات من سفره وجون عمل نفس الشيء، وحكى عن ولد مراهق سرق أكل من عربيته. الولد كان متقيأ على كل الأكل وكان مريض من الإشعاع لدرجة إنه طلب من جون يقتله، لكن جون رفض وسابه على جنب الطريق يموت. في المقابل إيثان حكى إن زمايله ما سابوش المكان فعليا، واحد منهم حاول يسيب المناجم لكن الباقيين ما سمحوش له خايفين من دخول الإشعاع لما يفتحوا الباب. الراجل ده فقد أعصابه وقتل معظم الجماعة قبل ما ينهار ويموت هو كمان. آن شعرت بالحزن عليه وبتواسيه، وجون زعل لأنها ما عملتش نفس الشيء معاه. بعد شوية آن ورت إيثان البيت، وجون وبخها على إنها ودودة قوي مع غريب، وشرحت له قد إيه كان صعب تتعامل مع اختفاء عيلتها وتعيش لوحدها. جون في الآخر اعترف إنه قتل الولد واعتقد إنه كان أخو آن، فاعتذر وبكى، لكنها قالت له ماشي تمام. بعد شوية جون وإيثان خرجوا يصطادوا سوا. اتكلموا عن راديوهات كانت بتتكلم عن مجتمع في الجنوب، هدف إيثان إنه يلاقيه، وجون شايف إنه محدش فاضل هناك. في اللحظة دي طلع ديك رومي قريب وقال إيثان إن اللي يضربه الأول ياخد آن. جون اتعصب وإيثان ضحك وأقسم إنه بيهزر. وهما بيجروا ورا الديك الرومي جون حكاله عن فكرة عجلة المية وليه مش قادر يبنيها. في الآخر جون ضرب الديك الرومي الأول. بالليل أكلوا الديك الرومي على العشاء وإيثان ذكر عجلة المية وده خلاهم كلهم يحسوا بالحرج. حاول يفكر في طرق تانية يجمع بيها مواد، لكن ما عندهمش أدوات يقطعوا الشجر، والمباني التانية اللي مش ملوثة مش معمولة من الخشب. إيثان قال إن الكنيسة هي الحل الوحيد لإعادة البناء، وده خلى آن توافق. تاني يوم التلاتة اشتغلوا مع بعض يفكوا الكنيسة، وأثناء الشغل إيثان وآن كانوا بيتبادلوا النظرات. كام يوم بعد كده بنوا العجلة سوا تحت إشراف جون، لكنه اتضايق لما لاحظ إن نظرات إيثان وآن بقت زي مغازلة حقيقية. الفريق كمان راح الطريق يجمع كل الكابلات من أعمدة الكهرباء. بعدين آن حزينة راحت تشوف بقايا الكنيسة، وإيثان حاول يواسيها ودعاها تمشي معاه. حكى لها إن أبوه حاول يكون واعظ
بس في الآخر اختار الستات والكحول. إيثان ما راحش الكنيسة سنين، لكن إيمانه عمره ما راح. هو شايف إن الإيمان هو اللي بيحمي الوادي، وليه هو وآن هما المختارين لإعادة البناء. آن كانت مبسوطة لأنها لقيت حد فاهمها، خصوصا جون مش مؤمن. لما رجعوا المزرعة جون كان بيبص عليهم بعين غيرة واضحة. بالليل قال لي آن إنها تتجمع مع إيثان لأنه فاهم إنها محتاجة تستكشف بدل ما تستنى عليه، وآن زعلت وما فهمتش ليه هو فجأة بيرفضها. هو حاول يطمنها وقال كله تمام، وقرروا يكملوا شغل العجلة سوا. الأيام عدت وكلهم شغالين على النص الأول للعجلة. إيثان لبس البدلة وخطر بنفسه يدخل المية الملوثة، وده ساعدهم ينجزوا إنجاز كبير. بالليل احتفلوا بالشغل بالنبيذ والمزيكا والكوتشينة، وقفزوا في البركة ولعبوا لعبة يلاقوا فيها زجاجة. بس جون حس إنه عامل زي الطرف الثالث، لأن الباقيين مستمرين يتبادلوا النظرات ويتعاونوا. وهم راجعين المزرعة جون انفجر وقال إنه بيحبها، لكنها ما ردتش حاجة وفضلت في البيت مع جون. هو كان سكران جدا ونام على طول نوم تقيل. آن زهقت من انتظار جون وتعاملها مع مشكلة شربه، وذهبت لإيثان ودخلوا الحمام وقربوا من بعض أكتر. تاني يوم الصبح على الفطار إيثان لمس راس آن برفقة قدام جون، وآن حست بعدم راحة شديدة لدرجة إنها سابت السفرة. الرجال اتفقوا يكملوا شغل من غيرها، لكن فضلوا يتكلموا عن قد إيه هي مميزة. إيثان تساءل إذا جون كان يتمنى إنه ما ظهرش، وهو نفى وقال إنه هيكمل العجلة بفضل إيثان. ده خلى إيثان يضحك، قال إنه مش مصدق كلامه وقدر يعرف إنه غيور، واعترف إنه يمكن يفضل في المزرعة بدل ما يدور على المجتمع الجنوبي. في العصر إيثان لبس البدلة تاني عشان يساعد جون يكمل الشغل. ركبوا آخر الحتت بالراحة، وبعد شوية العجلة اشتغلت زي الفل. بعد ما فرحوا شوية إيثان بدأ يطلع فوق، بس رجله اتزحلقت على الصخور المبلولة. الحمد لله جون مسك الحبل جامد ومنعه يسقط. بيقدر إيثان يطلع تاني بأمان، لكن فجأة اتزحلق مرة كمان. جون مسك الحبل في آخر لحظة، لكن المرة دي ما اتحركش. بصاله بنظرة جدية وهو محتار يعمل إيه. بعد فترة رجع جون للمزرعة، ولما آن حاولت تعتذر عن اللي حصل امبارح قطعها وقال لها إن إيثان ساب المكان وراح يدور على المجتمع في الجنوب. آن رفضت تصدقه وخرجت تدور عليه، لكن مهما جريت ما لقيتش حد. جون كمل توصيل الأسلاك، وفي الآخر المزرعة بقت فيها كهرباء. لما رجعت آن اكتشفت إن جون نقل الأرجن للإسطبل. قعدت تعزف وابتسم جون وهو سامع موسيقاها بهدوء. وبكده ينتهي فيلمنا. شكرا على المشاهدة، ومتنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، واستنونا في الجديد. سلام.